الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا في البداية نشكر فوت المغاربة على حسن الضيافة وكرم حسن الاستقبال وكرم الضيافة. العرب يقولوا قصة جرة عيد. كانت يتباهتوا للموضوع على أساس حرام الجبابنة والحرم. رئيس المجلس الانتقالي الباوي ورئيس المؤتمر الوطني جبرون. نحن اللي عطينا فرصة للناس والآن نشحتوا فيها. كان تبوا الواقع هو هذا الواقع. كان تبوا مجاملة أنا ما دخلت فيها. نحن أول أمس اجتمعنا في راس العنوب وأيدنا أخونا إبراهيم سعيد جابران رئيس المكتب السياسي. جايين الليلة كعوادير نشدوا علينا ومعاه قلبا وقالبا، لكن راهو صار فيه لبس. صار فيه لبس التو حكى عليه اخوي بريك وقال طلع مظاهرات في القبه وفي درنا وفي بنغازي وفي دابيه وفي الطريقه، لان صار فيكم لبس وصار فيكم افتراء وما كفرين. نحن بايعنا السيد احمد الزبير احمد الشريف رئيس المجلس الانتقالي لاقليم برقه. يجب ان نستمر على هذا المنوال. اخونا ابراهيم سعيد جبران رئيس مكتب سياسي لا غبار عليه، احنا كعوادير نأيدوه ويأيد كل من عنده وطنيه، لان هذا الرجل حقيقه تحرك ومعه صديقه الصديق المبروك حمد بريدان الغيثي. هذول الحقيقه دعم بهذه الليله ورحب كل من حضر معنا وما فيش حد برانيه، الناس كلها بعضها ماهوش ميعاد عوامير ومغاربه فقط، راهو الميعاد لم ناس واجده مجامره وحاسه وعبيدات ومربين وسعادي، ونحن قبيله واحده، قبيله اسمها برقه، وكنا من نور هالعوامير وقوه الجبال وقوه الحرب، نحن اليوم برقه وعرب واحده. يجب عليكم انكم تصبوا الاخرى اللي نقولها كم بصريح العباره، المجالس المحليه لابد توضع يديكم عليهم، ماناش معاك. عندكم اكثر من 15 مجلس محلي ماناش معاك. فيهم 5 ولا 6 اللي ممكن بيع عنكم شكل خلاص رانتك. اعضاكم خاطي الشهيدي اللي في المؤتمر الوطني العام ما عندكمش بس. ويجب ان تسحبوهم. وانا هذا اللي يقول لكم، ولابد انكم تاكدوا على السيد احمد الزبير رئيس مجلس اقليم برقه وجبران رئيس المكتب السياسي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.